يتم إنقاذ حياة مرضى أورام الدماغ بفضل عملية على الطراز المصري، حيث يتم حفر ثقب في جمجمتهم لتقليل التورم. هذا ما ذكرته جريدة الديلي ميل البريطانية على لسان دكتور بيتر هيتشنسون، استشاري جراحة المخ والأعصاب في أكبر جامعات كامبريدج، فيقول: أولئك الذين يخضعون للعملية الجراحية على الطراز الفرعوني المصري فإن احتمالية النجاح لديهم 21%، مقارنة بأولئك الذين يكتفون بالأدوية فقط، فإنها عملية تنقذ الأرواح. فمصر صاحبة أول عملية جراحة مخ عرفتها البشرية. الطب المصري من 7000 عام يعالج أورام الدماغ. هذا ما ذكرته جريدة الديلي ميل البريطانية، وتقول أن العملية المصرية نسبة الشفاء فيها أعلى من الطب الحديث في الوقت اللي كانت أوروبا فيه عايشة داخل الكهوف. عمرك سألت نفسك مين هو أول دكتور في التاريخ؟ تخيل كده، منذ آلاف السنين دكتور واقف على ضفاف النيل يلبس جلابية من الكتان، يحمل بإيده بردية تحتوي على العديد من الأسرار الجراحية، يقوم بعمليات خطيرة. كيف للمصري القديم أن يقوم بعملية جراحة مياه بيضاء على العين؟ كيف أن يقوم بزراعة الأسنان؟ كيف للمصري القديم أن يعالج الكسور؟ كيف يقوم بفتح الجمجمة وعمل عملية خطيرة في المخ دون أن يموت المريض؟ بدون بنج، بدون أجهزة، بدون مستشفيات. رحلتنا النهاردة من داخل المعابد والبرديات انطلاقا إلى المستشفيات الحديثة لنعرف العالم كله أن المصري القديم هو الذي اكتشف الطب. فعلى كل طبيب في مصر بل في العالم أن يقول: أخذت عرش الطب من أمحطب وتوليت من يده الصولجان. أمحطب هو إله الطب في مصر القديمة، هو أول شخصية طبية عرفتها البشرية. أمحطب الذي سجد أمامه الإمبراطور الروماني تراجان ليبدي إعجابه بعظمة المصري القديم في الطب. أمحطب القائل بأن القلب هو حديث النبض في الأوعية الطرفية، وكأن القلب يتكلم ونسمع حديثه من خلال قياس النبضات، وذلك منذ أكثر من 5000 عام. لذلك لما العجب أن يكون حفيدهم طبيب القلوب السير مجدي يعقوب. إنها يا سادة جينات أجدادنا، فالمصريين فينا جميعا والحضارة تحت جلودنا. فالمصريين هم مبتدعون فن الشفاء ومكتشفو خواص العقاقير. كان المصري القديم يتعاطى الطب بتعقل، ولم يكن أحد يتدخل في غير ما تخصص له. فكان هناك أطباء متخصصون في الأسنان وآخرون في العظام، أطباء متخصصون في البطنة وآخرون في الجراحة. كما قسم الطب أيضا إلى أقسام: طبي ونفسي وجراحي، وكانوا جميعهم أساتذة. ومن مصر نشأ الطب. فمصر صاحبة أول عملية جراحة مخ عرفتها البشرية. مصر صاحبة أول عملية مياه بيضاء على العين. مصر صاحبة أول عملية زراعة أسنان. مصر صاحبة أول مخدر عرفته البشرية. مصر صانعة المضاد الحيوي. مصر صاحبة أول مسمار حلزون لتثبيت العظام المكسورة. مصر التي صنعت الجبائر للعظام. مصر صاحبة أول عملية بتر تحت الركبة، أول عملية رد للفك المخلوع. مصر أول من توصل للأجهزة التعويضية والقدم الصناعية. مصر أول من توصل للعلاج الشرعي للأطفال عن طريق الموسيقى والرقص. مصر أول من صنعت معجون الأسنان عن طريق خلط الشعير بالعسل. مصر أول من توصل لصناعة الحقن عن طريق الملاحظة العلمية لطائر أبو منجل الذي كان يستخدم منقاره بطريقة تشبه الحقن. مصر أول من صنعت الخيوط الجراحية الكات-جيت من أمعاء القطط، واستخدمتها أيضا في صناعة أوتار الهارب والجيتار، واستخدمت دهن القطط لمحاربة الفئران. معظم المصطلحات الطبية الموجودة حاليا مصدرها مصر. فكلمة صيدلة فارماكولوجيا التي أصبحت فارماسي مأخوذة من كلمة فارماكا الموجودة تحت تمثال تحوت إله المعرفة، ومعناها بيت الصفاء والشفاء. كلمة مر هي كلمة مصرية ومعناها الدواء. الكأس المرسوم عليه الثعبان اللي هو رمز لكل صيدلية مأخوذ من مصر. في هذا الثعبان هو هطور إلهة الصحة التي تحولت إلى أفعى على جبين أبيها لتمنحه الصحة وترعاه. فوجود هذا الثعبان على الكأس معناه أنها ستمنح الصحة لمن يتناول هذا الدواء. مصر أيضا قامت بعمل جراحات للمخ عن طريق الفم. قاموا بتوثيق تفاصيل الدماغ منذ أكثر من 3000 عام على بردية إدوين سميث. مصر صاحبة أول عملية زراعة أسنان عرفتها البشرية. كانوا يربطون بين الأسنان بأسلاك ذهبية، في حين أن العالم لم يعرف زراعة الأسنان إلا في عام 1974. مصر تعرف زراعة الأسنان منذ أكثر من 5000 عام. عرف المصريين أيضا صناعة حشوات الأسنان من سلفات النحاس والعسل والسمك. كانوا يقومون بعمل عمليات تربنة صغيرة في الفك السفلي لإخراج الصديد من الضرس بدلا من الخلع. مصر صاحبة أول مضاد حيوي عرفته البشرية. فمنذ أكثر من 4000 عام كانوا يستخرجون البنسليون من فطر عفن الخبز. كان العلماء في غاية الدهشة عندما يجدون فطر عفن الخبز على جروح المومياوات، لأنهم اكتشفوا في عام 1930 أن فطر عفن الخبز يستخرج منه البنسلين. اكتشفوه العالم في عام 1930 ومصر تعرفه منذ أكثر من 4000 عام. فالمصري القديم توصل أن فطر عفن الخبز يقتل البكتيريا ولا يؤثر على الأنسجة، كما أنه توصل إلى أن الجرح بعد 6 ساعات لا يمكن خياطته ولكن يوضع فيه فطر عفن الخبز لقتل البكتيريا. مصر صنعت أول مسمار حلزوني لتثبيت العظام المكسورة، وكان يبلغ طوله 23 سم ويوجد حوله صبغ عضو اللي هو الرتنجات.
تم العثور عليه داخل أحد المومياوات في عام 2018. يقول أحد الأطباء: ليتنا وصلنا إلى هذه المومياء وهذا المسمار من زمن، لكن وفر علينا عناء تطوير المسمار الحالي منذ 50 عام، خاصة أنه نفس المسمار الذي يستخدمه المصري القديم منذ أكثر من 5000 عام. لم تتوقف الدهشة فقط عند هذا المسمار، ولكن الدهشة أنه كيف كان يقوم بوضع هذا المسمار في جسم المريض دون وجود مخدر. فالذين أجروا أول عملية جراحة مخ منذ أكثر من 7000 عام لا يعجزون عن صناعة مخدر. لنجد أن مصر أيضا صاحبة أول مخدر عرفته البشرية عن طريق طحن حجر المنفيس، تحويله إلى بودرة، ووضع عليه نسب معينة من حمض الخليج، وعند وضعه على الجزء المراد تخديره يخرج منه غاز ثاني أكسيد الكربون، فتحدث برودة لهذا الجزء. مصر أيضا أول من عرف الأجهزة التعويضية والقدم الصناعية، حيث كان يوجد مريض السكر حدث لها غرغرينة في أحد أصابعها، فقاموا ببتره وتعويضه بقدم صناعية ما زالت موجودة إلى الآن في المتحف الكبير. عالج المصريين أيضا أورام الأوعية الدموية عن طريق ربط هذا الشريان المغذي لهذا الورم النابض. عرف المصريين أيضا علاج العنق والنخاع الشوكي، فمن خلال تشريح الجثث توصلوا إلى أن الفقرة العليا للرقبة مغروزة داخل الفقرة السفلى كما تنغرز القدم في الطن. مصر أول من عرف البلهارسيا وسماها عاع، وعرف دودتها وسماها حرت، وعرف علاجها وسماه أنتيمون. كانوا يتناولون الأنتيمون لعلاج البلهارسيا في صورة لبوس شرجية. لو كنا نستخدم هذه الطريقة بدلا من الحقن لما فتك بين فيروس سي. مصر أول من عرف السرطان الثدي، فوصفه أحد أطباء جامعة أون أول جامعة عرفتها البشرية، ويقول: إذا تحسست براحة اليد وليس بالإصبع ورما فوجدته فجا كالفاكهة غير الناضجة فأخبر أهل المريضة، ولم يقل أخبر المريضة، أخبر أهل المريضة إنه داء لا حيلة فيه. مصر أول من استخدمت الضوء في علاج بعض الأمراض، خاصة الأمراض الجلدية مثل البهاق والفطريات، فكانوا يصنعون عصيدة من السبانخ والبقدونس يضعونها على جسم المريض ثم يعرضونه لأشعة الشمس، فهذه العصيدة تعمل على تركيز أشعة الشمس 20 مرة أكثر من العادي، فتعود صبغة الميلانين التي فقدها نتيجة المرض، وهذا ما يسمى حاليا بالمستحثات الضوئية. عرف المصري القديم أن الطفل الذي لا يتعرض للضوء لا تنمو لديه الشبكية فيصاب بالعمى. عرفوا أن الخس يحتوي على فيتامين إي. كانوا يستخدمون عصارة شجر الصفصاف لعلاج الصداع، وإلى الآن نصنع الإسبرين من عصارة شجر الصفصاف عن طريق خلطه بنسب معينة من حمض الخليج. عرفوا أن تناول كبد الثور هو العلاج الوحيد للعشاء الليلي اللي هو ضعف البصر، واللي كانوا بيسمونه شارو، وإلى الآن لا يوجد له علاج سوى فيتامين إي الموجود في كبد الثور. لم يجد محدد العين الأسود الكحل الذي يضعه الرجال والنساء لأغراض تجميلية فقط، وإنما لأغراض أيضا وقائية وعلاجية، فهو يحمي من أشعة شمس الصحراء القاسية ويقي من التهابات العين. المصري القديم هو صانع معظم الأجهزة الطبية التي نستخدمها حاليا، فهو الذي صنع الإبر الطبية المصنوعة من الذهب والفضة، كما صنع معالق القحط وآلات التربنة وآلات الكي والمشارط. هو أيضا صانع الخيوط الجراحية من أمعاء القطط، وأيضا صانع المنشار لنشر العظام. صنع أيضا المشرط ذو الحدين لعلاج الشق الحنجري، وهو نفس المشرط الذي يستخدم حاليا بنفس التصميم لعلاج الشق الحنجري. أول مستشفى تخصصي لعلاج الحوامل لم تكن في باريس في أواخر القرن ال19 ولا في الولايات المتحدة في عام 1990، ولكن عندنا في مصر منذ أكثر من 4000 عام. أول مستشفى تخصصي لرعاية الحوامل لم تكن في باريس في أواخر القرن ال19 ولا في الولايات المتحدة في عام 1909. فالمصريين القدماء من 4000 عام كانوا يصنعون للحامل تكعيبة النفاس التي تسمى الماموس لعزلها في حديقة منزلها أو فوق السطح خوفا عليها من حمى النفاس لمدة أسبوعين. توصل المصريين إلى أن الولادة على كرسي بدون مقعد تكون أسهل والألم أخف. هذا ما عرفته أمريكا من 4 سنين عرفه المصري القديم منذ أكثر من 4000 عام. توصل المصري القديم أن بول الحامل يحمل هرمونات الحمل، لذلك يتم الآن تحليل البول لمعرفة الحمل. عرفوا أن بول الحامل يختلف عن بول غير الحامل عن طريق وضعه على الحنطة اللي هي القمح أو الشعير. كانوا يعرفون الجنين ذكر أو أنثى تبعا لنمو هذه الحنطة. عرف المصري القديم أن الوقاية خير من العلاج، فيقول أوزوريس: إذا صح النيل صحت مصر كلها، وإذا مرض النيل مرضت مصر كلها. لذلك نجد في الاعتراف الإنكاري أن المصري القديم أمام محكمة العدل يشهد أنه لم يلوث مياه النيل. يقول هيرودوت: عجبت للمصريين يتناولون طعامهم في الخارج ويقضون حاجاتهم في الداخل، حيث توصلت مصر للصرف الصحي بمواسير نحاسية قطرها 50 سنتي تبعد عن المنزل لمسافة 400 متر. اهتم المصريين بالنظافة الشخصية وبالغذاء، فصارت مجتمعاتهم أقوى وتعلمت منهم حضارات اليونان والرومان، وكانت برديتهم مرجعا حتى لأبوقراط نفسه الملقب بأبو الطب. عرفت مصر نظام التأمين الصحي، فلم يكن الطبيب يتقاضى أجرا من المريض، حيث كفلت له الدولة حياة كريمة، بل الهدايا التي كان يحصل عليها الطبيب يتبرع لها لمدرسة الطب التي تعلم فيها. يقول المقريزي: سلمت مصر من الحر والبرد، طاب هواؤها
وخف بردها وسلم أهلها من صواعق تهامة وجرب اليمن ودماميل الجزيرة وطواعين الشام. يقول هيرودوت: كيف يمرض المصريين وطعامهم يحتوي على المضادات الحيوية الطبيعية البصل والثوم والليمون. كان المصري القديم يكره السمنة ويقول أن السمنة إذا تفشت في بلد فهذا دليل على كسل وترهل أهله. فانظر إلى نيفرتاري ونيفرتاتي على الجدران، تكاد الواحدة منهم تكاد تطير من فرط الخفة والرشاقة، وهذا هو الجمال المصري الذي عاد إليه العالم في القرن العشرين. مصر أيضا أعطت للمريض حق شق الطبيب، فأسس العلوم جميعا وخاصة الطب نشأت في مصر منذ 50 قرنا من الزمان، أي حوالي 5000 عام. ويرجع هذا التقدم في علم الطب والجراحة إلى التحنيط الذي مكن المصري القديم من تشريح الجثة وتقديم صورة واضحة وصحيحة عن الجسم المصري، لدرجة أن المصري القديم نجح في تشخيص إذا كانت المرأة عقيمة أم صالحة للإنجاب. فاليوم تقف إنجازات الطب المصري شاهدا على شعب فهم أن الشفاء فن وعلم. فمن ضفاف النيل ينطلق نور المعرفة ليضيء دروب الإنسانية. إنهم لم يعالجوا الأجساد فقط يا سادة، بل وضعوا بذرة لعلم يتحدى الزمن. كل كبيرة بتتحط، كل عملية بتتعمل في مستشفى حكومي أو جامعي هي في الحقيقة حلقة من سلسلة طويلة بدأت منذ آلاف السنين على ضفاف النيل وسط المعابد والبرديات. إحنا مش بس أحفاد بناة الأهرامات، إحنا أحفاد أول طبيب، أول جراح، أول صيدلي، أول دكتور قلب في التاريخ. فلو كنت طالب طب أو طبيب أو ممرض أو حتى مريض في مستشفى بسيط، افتخر إن جزء من الحكاية دي حكاية شعب كان شغله مش بس يخفف الألم، لا ده يعافر ويقاتل من أجل إنقاذ حياة الإنسان. وإنني أنحني بكل احترام وتقدير أمام العبقرية الطبية المصرية، إنهم حقا مبتدعون فن الشفاء ومكتشف الخواص العقاقير. إنها حضارة يتداعى الخيال ويسقط بلا حراق تحت أقدامها. ما تنسوش الشير والمتابعة واللايك في هنا القاهرة لمزيد من الانبهار بأعظم حضارة وأعظم شعب، لمزيد من العودة إلى الجذور من أجل الانطلاق نحو المستقبل. فهنا القاهرة منصة انطلاق نحو المستقبل وليست أريكة للاسترخاء على الماضي. فتابعوني على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام.